كانت عندي شوية شغلات متراكمة بالمطبخ، فحبيت استغل الفرصة واصور لكم. ممكن تاخذين فكرة من شي تفيدك. بس قبلها حبيت اسوي الكابتشينو مالتي، بس لا تضحكون علي بعدني مبتدئة، بس ان شاء الله اكو امل، بعدني دا اتعلم ومن اسيطر اعلمكم. اول شي سويته كنت محضرة كباب عروق وعاجنته. كنت عاجنة كمية حلوة فحبيت افرزه حتى يفيدني بوقت اكون مستعجلة بيه. وراح اكتب لكم مقاديره اسفل الفيديو بالتفصيل. سويت طبقات بالصينية وخليت بينات النايلون، طلع عندي 4 طبقات وراح اخليه بالفريز. ومن جمال ضربته ضربتين حتى يفك من الصينية وخليته بكيس محكم. ورجعته للمجمد. هنا عندي رارنج او نارنج، مثل ما تعرفون هو ما متوفر طول السنة بس بالشتاء فنستغله ونجمده. مرات نحب نستخدمه بمكان الليمون بالدولمة، حموض تغطية من الليمون. واستعمل بتباسي الدجاج وحتى شربة نسويه كلش طيب. عصرت كل الكمية وفرغتها بهاي الكوب والاستعمال مرة واحدة وراح اجمدها. ومن جمدت نفس الشي خليتها بكيس محكم وخليتها بالمجمدة. وطبعا حجم الكوب انتو تتحكمون بيه، انا سويت على قد المقدار اللي استعمله. بما انه بديت بالدايت فدائما عندي اللهانة البنفسجية والبيضة، وبصراحة مرات من مشغولة وما عندي وقت اتعاجز اسوي سلطة وتبقى اللهانة وتذبل بالثلاجة، فقلت اقطعها بهذا الشكل، اثرمها يعني شرائح رفيعة مثل ما تشوفون. اشيل النص مالتها اول شي حتى تصير اسهل بالثرم، واثرم كل جزء واحد. وراح اخليها بحافظة مثل ما تشوفون واخليها بالثلاجة، طبعا ما اجمدها، ووقت الحاجة بس اكمل باقي الخضروات وياها واخلي لها الصلصة مالتها. واخر شي كان عندي رمان، فطبعا بدون فيكات افرطه بالطريقة التقليدية، مجرد شلت الراس مالته من فوق ومن جوا يعني، واقطعها بالنص بس شنو يعني داير ما يدورها، افر السكينة مثل ما شفتوا بدون ما اقطع الرمان الحبوب نفسها حتى ما تنمرد، واقلبها واضربها ضربات خفيفة بظهر السكينة او الخاشوقة. وراح احتفظ بيه بالثلاجة للأكل وللسلطات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والمتابعة.